مش عيب عليك كمسلم ما تعرفش ايه الاسباب اللي تخليك لازم تغتسل؟ ويا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل ازاي؟ أول سبب من أسباب أن الإنسان يغتسل خروج المني منه بشهوة، سواء كان هذا المني خرج أثناء النوم باحتلام أو خرج أثناء اليقظة. فمما يدل على وجوب الغسل أثناء النوم إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: نعم، تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. فإذا استيقظ النائم من نومه رجلا كان أو امرأة ووجد بللا فيجب عليه حينها أن يغتسل. أما إن وجد في نفسه وهو نائم شهوة ومتعة ولذة ولكن لم يرى بعد منامه بللا في ثوبه فهنا لا يجب عليه الغسل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: جماع الرجل مع زوجته في العلاقة الحميمية. روت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فبمجرد التقاء الرجل مع زوجته فيجب الغسل سواء أنزل المني أو لم ينزله. الأمر الثالث: خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الأمر الرابع: موت المسلم غير الشهيد، يوجب على من حضر من المسلمين أن يغسلوا الميت. أمر الخامس والأخير وهو إسلام الكافر. إذا أسلم الكافر حين ذاك يغتسل. هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ المالكية والحنابلة يقولون أنه يجب على من دخل في الإسلام حديثا أن يغتسل. أما الشافعية والحنفية فقالوا أنه لا يجب عليه الغسل إذا كان على جنابة. أما إذا لم يكن الكافر على جنابة أثناء كفره ثم دخل في الإسلام فهنا يندب له ويستحب له أن يغتسل. هذه هي ملخص أسباب الغسل التي يجب على المسلم ساعتها إن حدث له أحد هذه الأمور أن يغتسل. طب عايزين نعرف ايه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيغتسل ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. الغسل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سهل ميسور جدا، بعيد عن تعقيدات الموسوسين وخاصة في الطهارة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنه كان يغسل فرجه، يعني من أثر المني الذي نزل عليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.